ايه الحلاوة دي يا اهلي؟ ايه الجمال ده يا اهلي؟ النهارده اداء جماعي، حاجة جميلة جدا. كابتن عماد النحاس راجل عظيم جدا ومدرب كبير جدا ولاعب سابق، كان في النادي الاهلي لعيب كبير، ودلوقتي برضه مدير فني قدير جدا. هو كابتن محمد شوقي النهارده اثبتوا ان كولر كان غلط في كل اللي عمله في الموسم ده، من استبعاد لعلي معلول ورفضه ان هو يلعب مع انه احسن من اي باك شمال ما كان موجود. ان هو كان مستبعد قفشه وعمرو السوليه، في لعيبه كتير جدا النهارده شاركت، كانت على مستوى عالي جدا جدا. النهارده كان لعب الجماعي بشكل جميل جدا. كل اللعيبه، محمد هاني النهارده جاب هدف، وسام كان بعيد عن التهديف وجاب هدف. برضو كوكا كان بيلعب في مركز الباك الشمال النهارده من بدايه الماتش برضو وجاب هدف. كل اللعيبه كانت بتلعب لعب جماعي. النهارده كان امام مش موفق شويه، بس برضو كان الماتش جميل جدا. تكسب خمسه لتاني ماتش للكابتن عماد النحاس في الاداره الفنيه، يكسب خمسه حرس حدود. الماتش اللي فات جاب 3 اهداف برضو في ماتش بتروجيت. حاجه جميله جدا، 8 اهداف في ماتشين، واداء جماعي والروح رجعت للعيبه، وحاجه محترمه جدا. شكرا يا كابتن عماد انك يعني اثبتت الاداره فعلا ان هي اختارت صح، وان احنا كنا صح، وان كولر هو اللي كان غلط. واحنا قلنا من بدري كان لازما لابد من ان هو يتغير، لانه ما كانش ينفع يكمل بالطريقه اللي هو كان ماشي بيها. الاستبعاد للاعبين اللي هم المفروض هو محتاجهم جدا في الفريق. النهارده اللعيبه دي اثبتت نفسها وكانوا مؤثرين جدا في الماتش. مفيش حد النهارده اثر، كل اللعيبه كانت رجاله، وحاجه محترمه ان شاء الله تكمل على خير. بعد طبعا ما بيراميدز خسر النهارده من فاركو 3-2، النهارده تقدر تقول ان احنا بفرق نقطه واحده. حاجه جميله جدا وحاجه محترمه. ان شاء الله ده يبقى ضغط على فرقه بيراميدز. لما الفرق يبقى بونت واحد بس، يبقى ماتشاتهم اللي جايه تبقى برضه تقيله وصعبه عليهم، بدل ما كانوا هيلعبوا مرتاحين هيبقوا مضغوطين اكتر. وان شاء الله احنا هنلعب لاخر نفس في البطوله دي، وان شاء الله الدوري بتاعنا ان شاء الله.